ليفربول يكتسح نيوكاسل 3-2 ومحمد صلاح يصنع هدف الفوز. بس قبل اي حاجه، لو انت مهتم باخبار النجم محمد صلاح ونادي ليفربول، اعمل اشتراك دلوقتي في القناه عشان يوصل ليك كل جديد. ليفربول عمل رومنتادا ناريه وصعق نيوكاسل 3-2 على ملعب سانت جيمس بارك. في الشوط الاول الهولندي جاك بوصنع والوحش جرافنبرغ سجل اول اهداف الريدز، وكمان جوردون من نيوكاسل خد طرد بعد تدخل عنيف على فان دايك. في الشوط الثاني جاكبو بيرقص الدفاع وبيمرر، والفرنسي ايكيتيكي بيحط الهدف الثاني لليفربول، لكن نيوكاسل رجع بهدف جيمارايش وبعدها أوسالا خطف هدف التعادل في الدقيقة 88. والمباراة في النهاية كانت متجهة للتعادل، لكن في آخر لحظات المباراة ومين غيره هو حلال العقد في الفريق، الملك المصري محمد صلاح بيوزع اسيست عالمي لريو اللي أنهى المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 101. ليفربول بيخرج ب3 نقاط غالية وبيتصدر الدوري الإنجليزي ب6 نقاط، أما نيوكاسل ففي المؤخرة بنقطة واحدة يتيم. كده وصلنا للنهاية. لو أنت مهتم بأخبار النجم محمد صلاح ونادي ليفربول، اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.